جديد المدافعين المنتخب الوطني المغربي اللي كانوا مشاركين في المونديال عددهم 8 ديال المدافعين. غنعرفوا الجديد كل واحد فيهم حاليا بطبيعة الحال. الجديد أي مدافعين المنتخب الوطني اللي رافقوا المنتخب الوطني للمونديال، العدد ديالهم 8 كما قلنا صراحة. 5 قلوب الدفاع، 1 ظهير أيمن، 2 أظهرة الأيسر هما اللي طلع المدرب المقتدر وليد الركراكي. طلع طبيعة الحال كما قلنا 5 قلوب دفاع، وهاد 5 قلوب دفاع منهم 4 من أصل 5 هم من تكوين وطني، وديك 1 من أجنحة من تكوين وطني. العدد 5 ديال اللاعبين من تكوين مغربي. هذا افتخار كبير للكرة المغربية صراحة. وهذا العدد ديال طبيعة الحال كما قلنا ديال 5 لاعبة، عدد كبير صراحة. 5 من أصل 8 راه واحد العدد أكثر من 50%، حوالي 70% صراحة. واحد 2 في الرجاء البيضاوي، وطبيعة الحال 2 اللي هما جواد الياميق وبدر بانون هادو في الرجاء، وعطية الله وأشرف داري هادو في الوداد البيضاوي. و كما قلنا عطية الله عطية الله طبيعة الحال، واللاعب أشرف داري في الوداد البيضاوي، وبدر بانون والياميق في الرجاء البيضاوي، وأكرد في الفتح الرباطي. هادو هما الخماسي. غنبداو بجديد المدافعين المنتخب الوطني المغربي. غانم سايس كما كنعرفو كيلعب في تركيا، وحنا كاملين عارفين شنو وقع في تركيا يوم 6 فبراير. كنتمناو له انه يكون في حاله نفسيه مزيانه ولله الحمد. الحمد لله الاخبار اللي جات لنا كل اللاعبين المغاربه اللي كاينين في تركيا حاله مزيانه، ما كاين حتى مشكل. اذا غانم سايس كانت الان البطوله التركيه ما تلعبش، واحد رجعت نهار 17 فبراير 2023. هاد التوقف الصالح ديالو الحاله النفسيه اللي مر بها غانم سايس صراحه. كانت عنده عروض بعض الفرق كاولمبيك مارسيليا الفرنسي واحد الفرق الانجليزيه، ولكن فضل الفريق التركي ديالو انه يحتفظ به، لانه كان ماضي مع 2 يحتفظ به، لان فقط غانم سايس هذا الموسم الاول ديالو مع الفريق التركي. نمشيو للاعب رقم 2 ديال المنتخب الوطني المغربي قلب الدفاع، وهو خريج البطوله الوطنيه ولعب الفريق الفتح الرباطي اللي هو نايف اكرد، اللي هو عنده الموسم الاول مع ويست هام الانجليزي. لاعب كبير صراحه، ما جاتوش عروض لانه عنده الموسم الاول مع الفريق، ما يمكن الجهة عروض طبيعة الحال. لاعب نايف أكرد لاعب ممتاز جدا. إذا نقولوا بالدفاع اللي عندنا الأساسية السايس الموسم الأول ديالو في تركيا، وكان كيلعب في البطولة الإنجليزية، والنايف أكرد عنده الموسم الأول في البطولة الإنجليزية، وكان كيلعب في الدوري الفرنسي. عندنا جواد الياميق اللي عنده 30 عام، والان كيلعب في بلد الوالد الاسباني، والخبر للاسف عليه انه ما بقاش كيلعب كاساسي في فريق بلد الوالد. وكان بعد كان جا شي عرض من الفريق الروسي، ولكن ما عرفناش علاش ما مشاش. اذا ما مشاش، وبقى في فريق بلد الوالد مع الثلاثي الاخر سالم امن الحليل التحق بهم، والتهامي والزهير في الدار. الرباعي بلد الوالد ما عرفناش شحال من هاد 4 لاعبين كيلعبوا كاساسيين. اذا جواد الياميق من اللاعبين الكبار في المنتخب الوطني، كان بديل ناجح صراحه، وهو خريج اولمبيك خريبكا صراحه. فريق اولمبيك خريبكا اللي عطانا هذا اللاعب الموهبه اللي هو جواد الياميق، اللي ما عطاتوش فرص بزاف في المنتخب الوطني المغربي، ولكن وليد الركراكي المدرب المقتدر رد الاعتبار وطلعوا المونديال القطري. نمشيو للاعب الرابع اللي هو بدر بانون، 29 سنه، لاعب قطر القطري. كنظن الموسم الاول ديالو في قطر ما كايناش عروض بدر بانون صراحه، لانه بان بمستوى عادي في المونديال القطري اللي فات. خرج من ديك الحاله المرضيه والحاله النفسيه اللي كان كيفكر في الاعتزال. هو بده قلب الطقم ديالو، قال كان كيفكر في الاعتزال كره القدم، ولكن لا، واصل. والركراكي زاد خرجوا من ديك الحاله النفسيه انه طلعوا المونديال القطري، وكذلك هو كيلعب في قطر. اذا بدر بانون كنظن غيرجع القوه البدنيه، يرجع بدر بانون بحال اللي كنا كنعرفوا شحال هادي. هناك اللاعب اشرف داري لاعب بريست الفرنسي، خريج الوداد البيضاوي. لاعب اللي في الاول طلع من بريست كان مزيان، عاوتاني المستوى ديالو هود، طلع من المونديال ما بانش بواحد المستوى اللي هو كبير، وهود من المونديال ورجع احتياطي، والان في هذه المقابلات الاخيره رجع كيدخل مع فريق بريست، وبدا كيسترجع القوه ديالو واللعب ديالو اللي كان
في الوداد البيضاء. أشرف داري عنده لأن السن ديالو صغير كيسمح له أنه باقي يدي فرص مع المنتخب الوطني، وباقي إلا استثمر ديك الفرص باقي عنده حظوظ كبيرة أنه يستمر في المنتخب الوطني المغربي، إلا أن خصو يبقى في المستوى ديالو العالي. الآن كيلعب فريق بريست، إلا زاد في المستوى ممكن ينتقل أحد الفرق الكبيرة لا في فرنسا ولا خارج فرنسا. إذا حنا عارفين أن بريست فريق عادي وعادي جدا في فرنسا. نمشيو للظهير الأيمن الواحد اللي طلع وليد الركراكي، لأنه واخا طلع ناصر المزراوي ما وظفوش كظهير أيمن بل طلعوا كظهير أيسر. إذا أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ما كانش عنده البديل في المونديال القطري اللي فات، ولعب 7 ديال المقابلات أشرف حكيمي أنه ما كانش عنده بديل، وقدم واحد الكأس عالم لا بأس به. أنا عطيته المركز الخامس في اللاعبين بأحسن مستوى في المنتخب الوطني المغربي بعد سفيان أمرابط، ياسين بون، وعز الدين أناحي، حكيم زياش، كيجي أشرف حكيمي في المركز الخامس. غنمشيو للاعب اللي هو ما قبل الآخر اللي هو ناصر المزراوي، تكون هولندي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، الموسم ديالو رقم 1 في البايرن، لاعب ممتاز جدا صراحة. اللاعب اللي للأسف من بعد المونديال مازال ما لعبش، الله رجع التدريب الفردي باقي ما لعبش مع البايرن، وكان يغيب بصفة كبيرة على لقاء باريس سان جيرمان اللقاء الكبير يوم الثلاثاء المقبل. إذا ناصر المزراوي من اللاعبين الكبار في المنتخب الوطني، شطع الشيء الكثير في المونديال كظهير أيسر، واخا هو ماشي بتاتا ماشي المركز ديالو، ولكن كان مضطر وليد الركراكي أنه طلع ظهير يمين واحد فقط، وناصر المزراوي لعبوا كظهير ايسر. ولكن يحيى عطية الله ملي كان كيدخل في عود المزراوي حتى هو ادى مزيان، ولكن ما نساوش الخير ديال المزراوي، لاعب كبير جدا ناصر المزراوي، متكوين هولندي، يلعب في هولندا والان كيمارس في البايرن ميونخ الالماني. كنظن ملي يعود من المرض ديالو ممكن عاوتاني الشجع الرسميه بشويه تيشجع الرسميه ديالو. نمشيو اخر لاعب اللي هو يحيى عطية الله، لاعب خريج اولمبيك اسفي، اولمبيك اسفي عطاتنا عطية الله وحمد الله. اذا فرقه اولمبيك اسفي كطل المنتخب الوطني المغربي في المونديال، كانوا جوج ديال اللعابه اللي مثلوا المدرسه ديال اولمبيك اسفي اللي هو يحيى عطية الله وعبد الرزاق حمد الله. اذا رجعوا يحيى عطية الله اللي عنده 27 عام وكينشط في الوداد، وكان قريب من بولي الفرنسي، ولكن بعد التعثرات لسعيد الناصري كان خصو يتوصل بالفلوس عاد يحيى عطية الله يمضي، وكانت شروط عند اتحاد الفرنسي عند الجامعه الفرنسيه عندهم شروط انهم ما يسبقوش فلوس قبل الامضاء. كان الصفقة عطية الله تعثرت في آخر اللحظات، ولكن عطية الله كان في 30 يونيو يكمل العقد ديالو مع الوداد، كان ممكن يجدد السنة باش الرويداد تستافد من البيع ديالو وتستافد، لأن النادي اللي عطى الشيء الكثير وبينوا للرأي العام وبينوا للجمهور المغربي والعالمي باش يجي يخطف هذه الموهبة اللي هو يحيى عطية الله من اللاعبين الممتازين بانوا في المونديال. إذا هذا هو التشكيلة المدافعين، وهذا آخر الجديد المدافعين المنتخب الوطني المغربي الذي برز في المونديال. هذا الخطوة جميع الخطوط ديال المنتخب، وقدرنا نديو المركز الرابع في المونديال، شيء كبير جدا صراحة.